عايزة تعرفي الكيكة اللي بصوص الشوكولاتة القمر دي اتعملت ازاي؟ تابعيني على وصفات اقتصادية مع لوكا وأوشا، وهقولك الكيكة بالارتفاع الجميل ده وبصوص الشوكولاتة اللي يجنن ده قطعة جاتوه معاكي. تابعيني وهقولك أحلى وصفات مع وصفات اقتصادية. السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وخلاص اوشكت الامتحانات على الانتهاء، وكل هتاخد نفسها. الله، طبعا مش كل الامهات، ربنا يعين كل الاولاد اللي لسه بيمتحنوا، وربنا يعين كل الثانوية العامة يا رب اللي هيقعدوا لغاية 20/7. ربنا معاهم وينجحهم ويفرح قلب اهلهم بيهم يا رب. نبتدي بقى كده نعمل حاجات حلوة علشان الولاد اللي خلصوا، وبرضو ان شاء الله لما الولاد التانيين يخلصوا براحتهم نقدر بقى احنا خلصنا الثانوي كده يا ماما عايزين نخش المطبخ نعمل كيكة بصوص الشوكولاتة. طيب جميلة. طيب انا عندي طريقتين اعمل بيهم كيكة بصوص الشوكولاتة. اول حاجة ان انا اعمل كيكة عادية خالص واعمل لها صوص شوكولاتة خارجي، وده هينفع كل الامهات اللي بتعمل دونات، اللي عايزه تزين حاجه اللي هي مش لازم تبقى الصوص جوه الكيكه. وهقولك طبعا على الطريقتين بيتعملوا ازاي. لكن انا دلوقتي مثلا مش هكدب عليكي، انا غلطت غلطه. هل هقدر مثلا، هل الغلطه دي توقفني؟ لا، هعمل الكيكه لوحدها وصوص الشوكولاته لوحده، وهي برضو هنبقى استفدنا ان احنا نقدر نعمل صوص منفصل، مش لازم كل ما نعمل صوص شوكولاته فهنعمل له كيكه. طب انتي هتعملي كيكة الشوكولاتة بايه يا لوكا؟ اول حاجة عندي الخلاط الجميل بقى بتاعي، نزلت بيه. حطيت انا بعمل هنا كوبايتين من الدقيق، حطيت عليهم باكو بيكنج باودر ورشة الملح الحلوة بتاعتي. طيب انتوا عارفين ان انا بحط باكو بيكنج باودر بدل ما بحط بيضة لكل كوباية دقيق، يعني احنا اقتصاديا بنحاول نوفر. وتاني حاجة معايا عندي الخلاط. طب في ايه هنا الخلاط؟ عندي كوبايتين الدقيق نصهم سكر، يعني كوباية سكر، ونص السكر مادة دهنية، حوالي كوباية إلا ربع من الزيت أو نص كوباية من الزيت، من نص كوباية لكوباية إلا ربع. عندي هنا معلقتين من الكاكاو الخام، كاكاو خام غير محلى، وحطيت بضاية وحطيت باكوين فانيليا وحطيت كوباية لبن. هنضرب كل المكونات دي، يبقى كوباية وربع سكر، كوباية لبن، 2 معلقة كبيرة كاكاو خام، بضاية، حوالي من نص كوباية لكوباية الا ربع زيت، او زيت على سمنة او سمنة زي ما انت تحبي. هنضرب بقى المكونات دي وهوريكي هنعمل ازاي احلى تورتاية تعمليها لولادك بأقل التكلفة. وضربت المكونات بتاعتي في الخلاط، اللي هي انا عندي كوبايتين دقيق نصهم سكر، يعني كوبايه من كوبايه لكوبايه وربع سكر على حسب انت عايزاه مسكره ولا لا. كوبايه اللبن، نص كوبايه زيت او من نص لكوبايه الا ربع زيت او سمنه زي ما انا قلتلك، والبضايه والفانيليا، وهنا كان باكل بيكنج باودر ورشه الملح. بنزل بقى بالخليط بتاعي هنا على المواد الجافة بتاعتي، هقلبهم بقى كويس جدا، وبعد كده هنرجع نعمل احلى صوص شوكولاتة مع بعض. بعد ما دوبت الخليط مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده، بصوا ده سمك الكيكة اللي انا بحبه اهو، لونها تحفة. طبعا باين جدا الفقاقيع والتفاعل بتاع البيكنج باودر، ان شاء الله تطلع جميلة وهشة وحلوة. هندخلها الفرن في طبعا صينية مدهونة ومرشوشة دقيق علشان ما تلزقش، وهنسيبها اثناء ما هي في الفرن. هوريكي احلى واسهل صوص شوكولاتة باقل تكلفة. لعمل بقى صوص الشوكولاتة جبنا الخلاط الصغير ابن الخلاط الكبير عشان دي مكونات صغيرة. اسهل صوص شوكولاتة 4 مكونات: كوباية لبن، نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، نص كوباية كاكاو خام. هنضربهم في الخلاط وهصبهم وهوريكم احلى قوام لصوص الشوكولاتة. بصوا احلى قوام لاحلى صوص شوكولاتة. بصي الجمال، بصي ما شاء الله، صوص شوكولاتة مظبوط جدا. تعمليه للدونات، تعمليه للحلويات، بجد ولادك هيحبوه قوي. بس ده ما ينفعش ساندوتشات، يعني ده صوص مش للنوتيلا. بصي الجمال، شايفة ايه هي المقادير تاني يا لوكا؟ كوباية الا ربع لبن، نص كوباية زيت، نص كوباية كاكاو خام، نص كوباية سكر، وهتطلع معاكي احلى صوص شوكولاتة. والكيك بتاعتنا القمر طلعت، عايزة اقولك
ارتفاعها جميل طبعا. اللي انا عاملاه ده كان تيست بس، بعرف بس استوت ولا لا. قمر. وارتفاعها بصي ما بينها وما بين الصينية مفيش، كل ده بكوبايتين دقيق وبيضاية واحدة. الرك على البيكنج باودر هو اللي بينفشها لي النفشان الحلو ده. عايزة بقى اطريها اكتر، هخرمها كده كام خرمة، هسقيها لبن وهنسقيها مع بعض صوص الشوكولاتة الواو، ومعاكي اجمل تورتة. ما تنعيش هم وتجيبي تورتة غالية، ابسط امكانياتك، حتى مش هتعملي كيكة اسفنجية، هتعملي الكيكة الحلوة دي وهتسقيها لبن وهتنزلي عليها بصوص الشوكولاتة. بصي شفتي الكيكة وجمالها قبل ما اصب بصوص الشوكولاتة؟ شايفة؟ بصي الطراوة، شايفة من جوه عاملة ازاي؟ ما شاء الله. شايفة ارتفاع من بيضاية واحدة مع كوبايتين الدقيق؟ بصي انجح كيكة معاكي. هنصب بقى عليها صوص الشوكولاتة الجميل بتاعنا، يعني هنحاول كده ما ناخدش ياما. هو دلوقتي هينزل يتوزع. وزعيه بقى انت كده. بصي هينزل بقى عليها كده من الجناب، هيدي شكل واو. بصي لقيت عندي صوص كراميل كده جاهز. الصوصات دي اللي بتتباع جاهزة. رشيت بقى عليه كده رشة بسيطة. بصي بقى الجمال بقى عامل ازاي، تحفة. قطعة جاتوه مكلفتكيش اي حاجة مع اولادك، بألف هنا وبألف شفا. وتابعيني ومش هتندمي، وهعملك دايما احلى وصفات اقتصادية تقدري تفرحي بيها اولادك. وصفات اقتصادية مع لوكا وأوشا.